دكتور، هل التكميم جريمة في حق الإنسانية؟ التكميم احسن حاجه اتعملت في حق الانسانيه. طبعا بص، هي الفكره كلها ان انت كدكتور شغلك الاساسي عمليات جراحات السمنه، هيبقى رايك بايظ شويه او الناس تقول رايك ممكن يكون انت بتقول كده عشان ده شغلك. بس خليني اقول لك او اقول للناس كلهم حاجه زي ما بيقولوا ما وراء الكواليس اللي الناس مش شايفاه من التكميم. بص، انت تعرف لو انت كعيله فيها طفل صغير ممكن يكون 10 11 12 ايا كان سنه، او طفله بطلت تروح المدرسه خالص عشان خاطر تنمر الناس عليها من زياده الوزن. انت لو عندك طفل في الوزن في السيتويشن ده وعملت معاه دايت وعملت معاه كل المحاولات وما خسش، هتحس بالمعاناه قد ايه ان هو متعقد وما بيروحش المدرسه وحياته ممكن تتدمر التعليميه كلها بسبب زياده الوزن. ساعتها التكميم حل كويس. انت برضو ما جربتش تبقى متزوج او انت اب او ام وبنتك مش بتحمل بسبب تكيسات المبايض ومقاومه الانسولين، وتروح لدكاتره النساء ويعملوا محاولات اي في اف اللي هو الحقن المجاري والكلام ده كله، وفي الاخر ما تعرفش تحمل عشان زياده الوزن. لو انت في الموقف ده هتعرف ان التكميم حل سحري في القصه دي. نسبه كبيره جدا من الناس بتحمل بعدها. لو انت في سيتويشن ان انت عندك اصابه في ركبتك او والدتك او اي حد كبير شويه عنده اصابه في ركبته، وعلى فكره دلوقتي ما بقاش كمان سن كبير مش قادر يطلع السلم ولا يعمل اي مجهود عشان خاطر عنده مشكله في ركبته، والحل ان هو ينزل في الوزن عشان يقدر يتحرك بس يخش التويليت او يعيش معاكم او يتمشى معاكم، هتعرف ان التكميم ممكن يكون حل حلو جدا في الموضوع ده. لو انا بشتغل دكتور اسنان ومش عارف اخد نفسي مثلا، او دكتور يعني وانا قاعد اهو ومش عارف اقف عشان عندي انقطاع نفس اثناء النوم، او وانا واقف بنهج بسرعه جدا فمش عارف بس اكمل مع بيشنت ازرع اسنان او اعمل الحاجه اللي بعملها، هتعرف ان التكميم حل سحري. لو انت بتنام بالليل تقوم حاسس ان انت ما نمتش، في حاجه مع انقطاع النفس ده المريض بيقوم كانه ما نامش من كتر القلق، نقص الاكسجين اللي بيوصل له وهو نايم، فهتعرف ان التكميم بالنسبه له ممكن يكون حل سحري. لو هو مريض عنده كوليسترول وسكر وضغط والضغط مش كنترول، هتعرف ان التكميم حل سحري. لو انت مريض كلى وعمال تاخد في ادويه الكلى كلها ونسبه الكلى التحليل بتاعها عمال يزيد، الكرياتين عمال يزيد، ودكتور الكلى بتاعك خلاص عمل كل المحاولات فقال لك روح انقص في الوزن، او حتى لو انت بتزرع كلى، يعني الناس بتحضر لزرع كلى ويقول لك لا والله ما ينفعش عشان وزنك عالي، هتعرف ان التكميم حل سحري. بصوا يا جماعه، التكميم بينقذ ناس كتير جدا. يمكن يكون النقد اللي بيحصل سوء استخدام التكميم، يعني ان انا استغله في مواقف مش مناسبه ليه، او حد مش محتاج العمليه. لكن العمليه لو اتعملت صح للمريض مظبوط، المريض التزم، صدقوني تبقى احسن حاجه ممكن تكون حصلت في تاريخ البشر.